السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. يلا بقى كده نعمل مع بعض الكشري المصري، بجد جميل جدا جدا، والاكلة دي لازم تتاكل قبل رمضان. كل سنة وانتم طيبين والأمة الإسلامية يا رب بخير. اعملي بنفس الخطوات اللي انا هعملها النهاردة معاكم، وبجد سهل وسريع ومش هياخد منك اي وقت خالص. ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا هنزلها. وان شاء الله ان شاء الله قناتنا تكبر بيكم. هنا اول حاجه انا حطيته على النار هو حمص الشام، وادام معايا حمص وهعمل كشري ببقى نقع الحمص قبليها بيوم عشان يستوي معايا كويس وما ياخدش معايا وقت طويل على النار، وتبقى كده حبايه الحمص مستويه معايا وجميله جدا. هتبتدي الميه تغلي، هبتدي ان انا اوطي عليه شويه، اهدي عليه النار على ما اخلص الكشري بتاعي. وبعد كده اضيف له بقى التوابل لما يبتدي خلاص داخل في السوا وهيبقى جاهز معايا، ومعايا شويه حمص شام بجد حلوين جدا جدا. هنا بقى انا حطيت على ميه المكرونه زي ما انتم شايفين، هتبتدي اللي هي تغلي معايا، الميه تغلي وهنزل بالملح وهنزل بالزيت، وبعد كده هبتدي ان انا انزل بكيس المكرونه بتاعتي. الكميه اللي انا هعملها من المكرونه هبتدي ان انا انزل هنا بالملح، وبعد كده هنزل بشويه من الزيت، الميه تغلي وهنزل بالمكرونه بتاعتي. المكرونه ادوقها كده الاقيها استوت معايا، هبتدي ان انا اصفيها وارجعها على الحله تاني، واحط عليها شويه ملح وشويه من الفلفل الاسود واقلبها كويس، وخلاص اغطي عليها وكده المكرونه بتاعتي جاهزه. شايفين يا بنات انا عاملاه بالخطوات سهل وسريع ومش هياخد منك اي وقت خالص لو انت عملتيه بنفس الخطوات دي. اول حاجه حطيتي على الحمص على ما تيجي تعملي الكشري، وبعد كده هتحطي على المكرونه، على حله المكرونه الميه تغلي، هتبتدي ان انت تنزلي بقى بكيس المكرونه بتاعتك مع شويه ملح وشويه زيت، وخلاص كده كمان المكرونه جاهزه معايا. تالت حاجه ببتدي ان انا اعلق عليها هو ايه؟ هو العدس. عدس الكشري، العدس ده بقى ما خلوش يتهري على النار، وبعدين العدس انا مش بنقعه قبلها بيوم لان العدس ما بياخدش معايا سوى على النار، وانا مش عايزاه مهري معايا ومستوي قوي. في المرحله دي بقى ابتدي ان انا اشيل الحمص الريم اللي على الحمص، وابتدي ان انا اقفل عليه وهدي عليه النار شويه، هتلاقيه استوى معاكي لان انت نقعاه قبلها بيوم، فطبعا لما تنقعيه قبلها بيوم هيستوي معاكي بسرعه واسرع. هنا يا بنات بقى انا حطيت على العدس زي ما انتم شايفين، وكمان المكرونه استوت معايا، هتدوقها هلاقيها كده استوت. خلاص هي كده انا بقى هصفيها. هنا صفيت بقى المكرونه بتاعتي، هشطفها شطفه كده بسيطه، وبعد كده هرجعها تاني في الحله، هحط شويه زيت في الحله، وابتدي ان انا ارجع بالمكرونه تاني انزلها تاني في الحله، واحط عليها شويه ملح وشويه من الفلفل الاسود، واقفل بقى على الحله والمكرونه بتاعتي خلاص جاهزه. وكمان الحمص بتاعي كمان خلاص هيخش في السوا وكمان جاهز، والعدس حطيته على النار وخلاص هو كمان هيستوي، بس ما هرهوش قوي، ما خليش العدس يستوي معايا قوي على النار. شايفين يا بنات؟ سهل وسريع ومش هياخد منك اي وقت خالص، واحلى واجمل بكتير بكتير من كشري الشارع. احنا من عشاق كشري البيت جدا، مين بقى بيحب كشري البيت؟ شايفين بقى هنا يا بنات؟ خلاص انا حطيته في الحله زي ما انتم شايفين، المكرونه رجعتها في الحله ونزلت بشويه من الفلفل الاسود وشويه من الملح، وخلاص هقفل على المكرونه وخلاص كده هي جاهزه معايا. وهنا كمان الحمص خلاص داخل في السوا زي ما انتم شايفين، هبتدي ان انا انزل بشويه من القوطه ومعلقه من الصلصه، وهنزل بالكمون والفلفل الاسود والليمون والسبع بهارات وشويه من الشطه، وكمان الحمص معايا جاهز. هنا بقى العدس، هنا انا بشوفه هقلبه هدوقه هلاقيه استوى خلاص، هنزله من على النار، مش هصفي العدس. تمام. تابع معايا الفيديو للاخر. هنا خلاص يا بنات انا بشوف العدس لقيته خلاص استوى معايا، يا دوب خد غلوتين وخلاص فعلا استوى وما خدش معايا اي وقت خالص. هنا بقى كان الحمص استوى زي ما انا قلت لكم، ابتديت اللي انا نزلت بشويه من القوطه ومعلقه من الصلصه عشان تعزز لونها كده وتديها اللون الجميل اللي احنا بنحبه ده. وبعد كده هبتدي اللي انا انزل بالتوابل بتاعتي، هنزل بالملح، هنزل بالكمون، بشويه من الشطه، بشويه من السبع بهارات والفلفل الاسود وليمونه، بجد وهيبقى جميل قوي معاكي. يعني حمص الشام كده بجد يتقال له يا سيدي، يعني يا سيدي على الجمال. ولو انت لسه ما فعلتيش زر الجرس، يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو انا هنزله. شايفين بقى هنا يا بنات؟ نزلت بالملح وكمان فلفل اسود وشويه من الكمون وشويه من السبع بهارات،
وهيبقى معاكي حلو قوي قوي شويه حمص شام بجد جميل جدا. يبقى احنا هننزل بثلاث اربع فصوص من الثوم. تمام. وبعد كده هننزل بالكمون والملح والفلفل الاسود والليمون، وهيبقى معاكي شويه حمص شام حلوين جدا جدا. يلا بقى نعمل مع بعض صلصه الكشري. صلصه الكشري يا سلام بجد ريحتها هتبقى روعه معاكي. هبتدي ان انا انزل بالماده الدهنيه بتاعتي، هنزل بشويه من الزيت، وهبتدي ان انا انزل بالثوم بتاعي هياخد معايا اللون الذهبي، وهبتدي ان انا انزل بالقوطه. وبعد ما انزل بالقوطه هنزل بمعلقتين من الصلصه عشان نعزز لون القوطه، وهنزل بشويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود. وخلاص هي كده الصلصه بتاعت الكشري كمان جاهزه معايا. شايفين يا بنات خدت معايا اللون الذهبي وبقت جميله ازاي؟ ونزلت بقى بالقوطه، وهنزل هنا بمعلقتين من الصلصه، وكمان الصلصه كده جاهزه معايا. هناخد من الصلصه دي كمان وهنعمل بقى شويه شطه. هتحطي بقى كده شطه، وهتحطي على الشطه شويه من الزيت صغيرين، وخلاص انت كده عملتي كمان الشطه معاكي. جميل جدا جدا. يبقى عملنا الحمص وعملنا المكرونه وسوينا العدس، وهنا عملنا صلصه الكشري، وحاجتنا كلها عملناها وما خدتش معانا اي وقت خالص. نزلنا هنا بقى يا بنات بالبصل. مين بقى بيحب البصل بقى على وش الكشري كده؟ بيبقى بجد روعه. هديه اللون الذهبي، وهبتدي ان انا اطلعه. شايفين بقى هنا بياخد معايا اللون الذهبي ازاي ويبقى مقرمش وجميل جدا. خلاص كمان البصل معايا قرمش وطلع معايا اللون الذهبي كده زي ما انتم شايفين، وكمان جاهز معايا. هبتدي ان انا انزل بقى بالشعريه زي ما انتم شايفين. هخلي الشعريه تاخد معايا اللون الذهبي، ولما تاخد معايا اللون الذهبي هبتدي ان انا انزل بكوبايتين ونص من الرز. هو ربع العدس، يعني ربع العدس هياخد معاكي كوبايتين ونص من الرز وكوبايتين من الشعريه. تمام. عايزه تزودي الشعريه عن كده مفيش اي مشكله. هنبتدي ان احنا نقلبه زي ما انتم شايفين كده. الشعريه هنقلب الشعريه هتاخد معانا اللون الذهبي، وهبتدي ان انا انزل بالعدس اللي انا سويته على النار. بس العدس مش هصفيه، هحطه زي ما هو كده. بجد التكايه دي هتطلع معاكي احلى كشري، وكمان لون الكشري هيبقى جميل جدا معاكي. ميه العدس بتخلي طعمه رهيب. وكمان هبتدي ان انا انزل بالرز، وهبتدي ان انا انزل باربع خمس معالق من العدس الاصفر. العدس الاصفر وبرده التكايه بتاعت العدس الاصفر دي والله يا بنات هتخلي معاكوا شويه كشري حلوين جدا جدا. شايفين بقى هنا الحمص اتعمل معانا وتبلناه وحطينا التوابل بتاعته، والمكرونه كمان استوت معانا وخلاص قفلنا عليها جاهزه معانا. وابتديت اللي انا بقى عملت كمان الصلصه معاكم زي ما انتم شفتوا كده. صلصه الكشري يا سلام، خلاص هو الكشري جاهز معانا وجميل جدا جدا، واحلى واجمل من كشري الشارع بكتير. شايفين بقى هنا يا بنات ان نزلت بالرز، وابتديت اللي انا كمان نزلت بالعدس وهملحه كويس. هبتدي اللي انا بقى احط الملح بتاعي بس ادوقه كده اخلي ملحه كويس ومظبوط. هيطلع معاكي الكشري مظبوط. وهندمجهم كويس مع بعض، وهبتدي اللي انا بقى اسقيه. شايفين بقى هنا يا بنات بشمعه ازاي؟ هنا العدس بالعدس اصفر، والعدس اللي احنا سويناه على النار عدس الكشري، وهبتدي اللي انا نزلت بالشعريه زي ما انتم شايفين وبالرز. وخلاص كده هو استوى معايا وفلفل معايا هوطي عليه. هيستوي معايا وهيبقى حلو جدا جدا وهيبقى مفلفل وبجد كشري ملوش حل. شايفين بقى ما خدش معايا وقت ازاي يا بنات؟ وخلاص كمان الكشري استوى معايا والمكرونه جاهزه. ابتديت اللي انا نزلت بالكشري. الغرف بقى اغرفيه بالطريقه اللي تريحك، هو جاهز معاكي وغرفيه زي ما انت عايزه. انا بحط زي ما انتم شايفين كده الرز الاول، وبعد كده بنزل بالمكرونه، وبعد كده بنزل بشويه من الصلصه والبصل والحمص. وخلاص هو كده جاهز معايا. كمان حطيت حمص الشام في كوبايه زي ما انتم شايفين وجميل جدا جدا. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي.